ما عم تكبر الباي تبعك؟ يلا نتمرن باي سوا. أنا الكوتش هادي. البايسبس من العضلات المحببة جدا للشباب، ولكن دائما بيجيني عليها شكوى انه كابتن عم نتمرن باي وعم نحمل اوزان بس ما عم تكبر. فشو القصة؟ الحقيقة دائما الشباب بيحبوا تكون البايسبس تبعهم هي اكبر شيء، بس طول ما عم نتمرن فاكيد نحن عم نستفاد وعم يكبر حجمها. ولكن في قصة لازم دائما تعرفوها وتحطوها ببالكم. البايسبس موقعها بين 3 عضلات كبار، فهي أصغر عضلة بيناتهم، فقد ما لعبت وقد ما تطورت دائما رح يبقى شكلها هي صغير بسبب موقعها بجسمي، لأنها بين 3 عضلات كبيرة: الصدر والكتاف والترايسبس. فوجودها بين هال3 عضلات الكبار قد ما كبرت رح تبين لساتها صغيرة. بس اليوم جايب لكم تمرين لحتى نفجر عضلة البايسبس سوا. التمرين الأول هو بار اي زد 3 سبعات. هو تمرين واحد ضرب 3 جلسات. أول 7 رح تكون من عند الفخذ لل90 درجة. تاني 7 رح تكون من 90 درجة لعند الدقن. أما ثالث 7 وهي الأخيرة فرح تكون كاملة من الفخذ للدقن، 7 ب7 ب7 و21 عدة. هي مجموعة واحدة، بريح ورد بعمل 3 سبعات، بريح ورد بعمل 3 سبعات. أما التمرين الثاني فهو من وضعية الكرسي المائل 45 درجة بالدامبل. مثل ما لنا ملاحظين انه الكوع من خلف الجسم، ورح نلعبه 12 10 8 ومع المحافظة على انه كوعي خلف جسمي. اما التمرين الثالث والاخير لليوم هو التمرين من وضعية السبايدر، بحيث اني رح كون مستلقي على صدري على الزاوية 45 بالكرسي. رح العبه بهي الطريقة بالدامبل مع المحافظة على ثبات ايدي من دون مرجحة. برضه رح نلعبه 12 10 8. دائما بتمنى لكم معي كل الفائدة، فجربوا لي هذا التمرين واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. هذا كان كل شيء لليوم أصدقائي. استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة ومعلومة مفيدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هادي.